السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. أفضل 3 ديب فريزر موجودين في السوق أفقي. الديب فريزر الأفقي اللي هو الديب فريزر الصندوق. بتسأل كتير جدا الفترة دي عشان رمضان داخل علينا طبعا وكله عايز يجيب ديب فريزر، فأنا النهارده هعمل ملخص كده سريع بين أفضل 3 ديب فريزر موجودين في السوق المصري. فلما عشان ما نطولش عليكم نشوفوا معانا ايه النهارده. مش هدخل قوي في العيوب والمميزات على قد ما انا هتكلم معاكم عن الديب فريزر الاكثر مبيعا والاقل في الشكاوى. فلو حد عنده اي استفسار تحت في التعليقات يقول لي وانا هرد عليه على طول. ما تنسيش تعمل لايك للفيديو وتعمل شير لو حد بيدور على ديب فريزر على رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين. هبدأ معاكم من المركز الثالث لحد ما اوصل للمركز الاول. فالمركز الثالث معانا ديب فريزر فريش. ايوه بالظبط زي ما سمعتم كده في المركز الثالث. حد هيقول لي طيب ما في ديب فريزر بساب، في ديب فريزر هامبورج، الحاجات دي انا كلها مش بقتنع بيها وكلها مشاكل وكلها عيوب. في ديب فريزرات كتيره جدا في السوق المصري بتبدا معانا من اول 5000 جنيه، بس انا هنا بتكلم عن افضل 3 ديب فريزر. فريش بيديك قيمه ممتازه جدا مقابل سعره. لو عايز تسال على اسعار او على عدد اللترات تحت في التعليقات اسالني هقول لك سعر النهارده. توزيع التبريد بتاعه بيكون كويس جدا، الحاجات اللي بتتحط فيه بتتجمد بسرعه، بيكون مناسب جدا للعائلات والعرايس الجداد، بس بيسحب معاك كهرباء. الصيانه وقطع الغيار بتكون متوفره حتى بعد نهايه فتره الضمان بتلاقيها في السوق. واول عيب بيجي فيه ان العزل بتاعه مش بيكون اقوى حاجه. العزل الحراري ده اللي هو بيكون مسؤول عن جوده التبريد صوته بيكون مزعج شويتين. تختاروا امتى؟ لو عايز قيمه كويسه وخدمه ما بعد البيع محترمه وسعر معقول فروح على طول لديب فريزر فريش بدون كلام. في المركز الثاني معانا جا ديب فريزر كريازي. كريازي عامله ديب فريزر محترم جدا موجود من زمان جدا واثبت جدارته في السوق المصري. قوه تبريد عاليه جدا حتى لو استخدامك كتير وبتفتح كل شويه الباب بتاعه. عزل حراري ممتاز بيحافظ على البروده لفتره طويله جدا. خامته متينه ومناسب للاستخدام الطويل بتاع العمر الطويل يعني. بيديك ساعات تخزين متنوعه وكل الاحجام موجوده في السوق. قطع غيار متوفره في السوق. التصميم الداخلي بتاعه بيكون عملي جدا. بالنسبه لعيوبه فصوته برده بيكون مزعج يمكن اعلى من فريش. لو هتجيب ديب فريزر السعه اللتريه بتاعته كبيره فبيحتاج تهويه كويسه جدا لانه بيسخن جدا. ده كده بالنسبه لابرز عيوبه. طيب حد هيقول لي طب المركز الاول معانا ايه؟ في المركز الاول معانا ديب فريزر بيكو. بيكو عامله ديب فريزر افقي ممتاز جدا في كل حاجه. تصميم وشكل عصري جدا. مواد تصنيع حدث ولا حرج. توزيع التبريد منتظم وسريع. صوت التشغيل بيكون ليه صوت بس هادي نسبيا عن كريازي وعن فريش. يمكن عيبه ان بعد نهايه فتره الضمان قطع غيار مش بتكون متوفره كتيره في السوق المصري على عكس فريش وكريازي، لكن طول ما انت في فترة الضمان فقطع غيار بتكون متوفرة في الشركة. ديب فريزر بتاع العمر الطويل تجيبه وتنساه مش تحتاج له أي صيانة ولا أي حاجة. مشكلته إن سعره ممكن يكون عالي شويتين عن كريازي وفريش بس الغالي تمنه فيه. الموديلات الصغيرة منه العزل بتاعها مش أحسن حاجة. فلو عايز تجيب ديب فريزر بالمرة عائلي كبير تدفع مبلغ كبير مره واحده فانصحك طبعا ببيكو. طبعا كل الديب فريزر دي موجوده عندنا بافضل سعر موجود في السوق. لو انت عندك تجربه مع ايا من 3 ديب فريزرات اللي احنا اتكلمنا عنهم في حلقه النهارده قول لنا تحت تجربتك في التعليقات بحيث ان الجميع يستفيد. ولو في عيب انا ما ذكرتهوش برده تحت قول لنا عليه. ولو عايز تطلب اي منتج ان شاء الله كلهم موجودين عندنا والشحن والتوصيل لجميع المحافظات. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل شير للفيديو ده لو حد بيدور على افضل 3 ديب فريزر موجودين في السوق. شوف حلقات جايه كتيره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.